Hello everyone, this is Nurhan Suwaki, the English Gamer. وفيديو النهارده جاي اقول لك على الحل السحري علشان تكون fluent في الانجليش. عشان تكون fluent في الانجليش لازم تعمل حاجتين مهمين جدا يوميا، وهما اول حاجه لازم تسمع listening. كل يوم لازم اسمع. طب المفروض ان انا اسمع ايه؟ نصيحتي ليك ان انت تسمع الحاجه اللي انت بتحبها، علشان لما هتسمع الحاجه اللي انت بتحبها هتقدر انت تعمل الحاجه دي كل يوم. بمعنى ان انا مثلا لو بحب اتفرج على توك شوز اتفرج على توك شو بالانجلش، بحب اتفرج على موفيز اتفرج على موفيز بالانجلش، مسلسلات سيريز اتفرج عليها بالانجلش، اخبار اتفرج عليها بالانجلش، وتفر الحاجه اللي انت بتحبها اتفرج عليها بس بالانجلش، ويكون معاها سبتايتل بالانجلش علشان لو في كلمه صعبه انت مش عارفها او مش عارف السبيلنج بتاعها تقرا وانت بتسمع. تاني حاجه تعملها ان انت لازم تتكلم speaking. طبعا هتقولي ان انت مش عارف تتكلم مع مين، او مفيش حد حواليك بيتكلم انجلش، او حتى لو في حد بيتكلم انجلش ولكن مش بيشجعوك. فنصيحتي ليك مالكش دعوه باي حد واتكلم مع نفسك. انا عارفه ان انت مش مجنون ولا حاجه، ولكن لو انت عاوز تتكلم مع نفسك حاجتين ممكن تعملهم. اول حاجه ممكن تتكلم، تقف قدام المرايه وتتكلم وتعبر عن نفسك باي شكل من الاشكال، مش مهم انت تقول ايه، المهم انت تتكلم. تاني حاجه ممكن تعملها مهمه جدا وفعلا لطيفه جدا، ان انت تسجل لنفسك يوميا، تسجل الحاجات اللي انت بتعملها، تسجل الحاجات اللي انت ناوي تعملها في يومك، وهكذا. اعمل كده كل يوم هتلاقي تحسن رهيب في مستواك.